اوكي. جيت أمريكا ب 2011 بداية 2011. الآن قربت على 10 سنوات هنا في أمريكا. لما جيت أمريكا كانت الفكرة أني أدرس إخراج تلفزيوني بالتحديد، وأني أرجع السعودية بعدها، أو أني أبقى في أمريكا وأمارس هذا التخصص. ومع هذا الهدف اللي كان في بالي تغيرت أشياء كثيرة. البداية كانت إن أنا كسعودي أساساً كانت فكرة الكانابis، فكرة إني أشتغل في المجال، هذه فكرة مستحيل أفكر فيها. لكن كل شيء تغير لما سمعت قصة طفلة شارلوت والتقيت فيها. It's okay, honey. Mommy's here. Charlotte Figge was a little girl with an extreme form of epilepsy with really bad seizures. At her worst, she probably had 2 seizures an hour. So bad sometimes her heart stopped. But then her mother discovered hemp oil extract from the cannabis plant seemed to stop the seizures without the intoxicating effect of marijuana. Please welcome Mom Paige Figge and Joel Stanley, who grows the plant and sells the extract in Colorado where medical marijuana is legal. أتذكر كيف وقتها حسيت بصفعة، وحسيت ضرورة أني أتعلم أكثر عن هالنبتة. كيف أن طفلة تجيها 300 حالة صرع بالأسبوع، وبنسبة بقاء ضئيلة تتغير حالتها بيوم وليلة بسبب عنصر بهالنبتة. بسنة 2015 انضميت لأم شارلوت بيج فيجي ومجموعة أمهات والإخوان ال7 اللي ساعدوا باستخلاص عنصر CBD أو اللي يسموه عنصر الكنبدايا. كانت وظيفتي أني أصور قصص العوائل بهدف تغيير القوانين. خلال سنة قدرنا نغير قوانين ب22 ولاية. اليوم أنا أشتغل بمجال الكانابس أو قنب، لأني تعلمت من حياتي وتربيت على أن لما أشوف أحد محتاج أساعده، ولما أشوف غلط أحاول أصححه، لأن قيمة الإنسان أغلى من فكرة مغلوطة وغير واضحة. وهذا الشيء كلنا تربينا عليه وتعلمناه. أتمنى نعيد النظر ونعطي الناس فرصة جديدة للعلاج.